سيزون الامتحانات بدأ، في شوية حاجات بقى لازم تفتكرها أول ما السيزون يبدأ. 1. خد ورقة من صاحبك اللي مربي دقنه مكتوب فيها قصة واحدة نامت صحيت قرت سورة ياسين حلمت إنها اتعالجت يا عيني من مرض السرطان. 2. اكتب على كل الكتب يا رب صدرك ورضاك. ما تنساش تمسح صور الموز العريان اللي في آخر الكتاب، ها لسانتك بقت بجلاجل مصر كلها عارفة. 3. المصحف الصغير مش هيخرج من الشنطة بعد ما تشيل صور حبيبة القلب والجو الأولاني اللي مش بيفرق الشنطة يا حبة عيني. 4. بالنسبة للفيسبوك مش محتاج اقول لك يا ضنايا ان هو كتالوج سهل وبسيط ومش بيتغير. الولاد تحط صورة المصحف والبنات تحط صورة البنت بتاعت الكرتون، هي من كوكب فل اصلا بس محجبات، حتى ولو كانت صورة عيلة ما دخلتش المدرسة يعني، اصل حجابي سر حياتي ولا ايه يا بابا دي فترة امتحانات. وطبعا لا ننسى البوستات الشهيرة، قيام الليل يا جماعة، استغفر تفرح، صلاة الفجر يا نائمين، الجو ده يعني يا ابني امتحانات. 5. الصلوات، ما تفوتش صلاة واحدة في الجامع، قرب من الامام، قرب قوي، قرب خالص ولا ما تقربش، هو كده كده هيقرب لك، اصلك شخص جديد في الحوار محتاج حد يهديك للطريق الصحي اللي فاكرين يا عيني انك رجعت له. غلابه ما يفتكروش انها سحابه امتحانات يعني وهتعدي، فتره امتحانات يا جماعه. 6. امك، ايوه امك ثم امك ثم امك. رضا الام يا ضنايا ممكن يقلب الموازين في اخر لحظه، مفيش مانع مثلا صوتك يوطى شويه بدل الشحير اللي طول النهار في البيت، قماشه وانت رايح تطول لك حته عفش، مواعين وانت راجع برضو يعني، بوسه على الخد بوسه على الايد، امك برضو وهي كله تحت شعار الست دي امي. 7. تعمل نغماتك يا ضنايا كلها تنحصر في الاناشيد وكلها برعايه مشاري راشد، على فكره مش مدفوع الاجر،